صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما تشوني. النهارده هنعمل صينيه السمك الصياديه بتتبيله مميزه، وكمان دي الطريقه الاصليه بتاعت صينيه السمك الصياديه ورز الصياديه الخطير. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا جبت السمك بتاعي وغسلته كويس جدا، وبعد كده هبتدي ان انا اضيف عليه التتبيله. دي كان سمك بولت كبير، ممكن انك انتي تجيبي اي نوع من سمك يعجبك. المهم ان انا جبت السمكه ديت وابتديت ان انا اقطعها قطع زي ما انتم شايفين كده، عشان ايه؟ ابتدي ان انا اقليه. هبتدي ان انا احط عليه الخلطه بقى الخطيره، ريحتها بصراحه رهيبه. عباره عن توم مفري وملح وكمون وشطه وبهارات سمك وعصير ليمون وشويه خل. انا بقى حطيت قرن فلفل، او ممكن تحطي شويه شطه، او تحطي معاهم معلقه من هريسه الشطه. طبعا دي حاجه تبع ذوقك، او انت لو بتحبي الحاجات مشطشطه مفيش مشاكل. انا هبتدي بقى ان انا ادعك السمك كله كده بالتتبيله، علشان يبقى شارب من التتبيله واخد ومدي فيها زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى ان انا اسيبها حوالي نص ساعه قرايه معمل الخلطه بتاعه صينيه السمك. هبتدي ان انا اجيب الصينيه بتاعتي وحطيت عليها شويه زيت، وهبتدي ان انا بقى خرطت بصلتين كده محترمين مفريين قطع صغيره، وهبتدي ان انا اشوحهم. عاده في صينيه السمك الصياديه انا بحمر البصله قوي، لكن صراحه بتبقى تقيله على المعده، فهبتدي ان انا بس ايه شوحتها مع فص توم، وهبتدي انزل بالفلفل سبايسي بتاعي. انا حطيت فلفل اخضر وفلفل احمر، لو عايزه تحطي رومي مفيش مشاكل، لو عايزه تشيلي الفلفل السبايسي بس. بصراحه بيدي تيست عالي للصينيه السمك الصياديه. هبتدي بقى ان انا انزل بقطع طماطم، قطع صغيره كده، وممكن لو عايزه تحطي عصير طماطم مفيش مشاكل، ومعلقه من الصلصه البيوريه، لكن بصراحه انا فضلت ان انا اقطعها قطع صغيره. خلي بالكم بقى ان انا شلت معلقه من تتبيلة السمك، وهبتدي ان انا اضيفها على صينيه السمك هنا زي ما انتم شايفين كده، او على التتبيله. بصراحه بتدي طعم حلو قوي. وحطيت شويه كمون وفلفل اسمر. بصراحه الخلطه دي بتاعه تتبيله السمك بتدي طعم حلو قوي، سواء للخلطه بتاعه صينيه السمك الصياديه او للرز. انا برضو شلت معلقه للرز، خلي بالكم، لان هضيف معلقه للرز وانا بعمله معاكم دلوقتي. جبت السمك بقى، سبته شويه كده ياخد ويدي مع بعضه في التتبيله عشان يتشرب من التتبيله، وهبتدي ان انا اقليه. قليته ازاي؟ جبت الدقيق بتاعي وحطيت معلقتين من النشا، وهبتدي ان انا بعد ما اطلعه من التتبيله اضيفه للدقيق مع النشا. هبتدي ان انا احطه في بوله من الميه واطلعه بسرعه على طول على الزيت السخن. زي ما انتم شايفين كده هقليه، وبعد بقى ما هو على النار هبتدي ان انا اشوف الصينيه بتاعت السمك وهي بتتسبك، وضفت عليها شويه من الشبت وشويه من الكزبره الخضره طبعا. دي بتدي ريحه حلوه قوي للخلطه بتاعت السمك الصياديه، او الخلطه بتاعتها، يعني اللي هي الطماطم وال والفلفل والبصل. الحاجات دي بتدي ريحه حلوه قوي. هبتدي بقى وهم على النار هبتدي ان انا اعمل الرز بتاعي. زي ما انتم شايفين كده جبت البصله مع الزيت وحمرتها كويس جدا، وضفت معلقه من عصير. زي ما انتم شايفين كده حطيت معلقه من التتبيله ومعلقه من الصلصه، وحطيت شويه كركم وشويه كمون. هو ده اللي انا ضفته. بعد ما البصل اتحمرت قوي، يعني غمقت قوي شويه، بس خلي بالكم ما تتحرقش، لكن هتغمق شويه، بضيف الميه بتاعتي. واول ما الميه تغلي هبتدي ان انا اضيف الرز. يعني انا حطيت للرز ايه؟ حطيت له معلقه من الكركم وشويه فلفل اسمر، وحطيت له معلقه من الخلطه اللي انا اللي هي خلطه التوم المفري مع الكمون، اللي هي خلطه السمك. زي ما انتم شايفين تتبيله السمك، وزي ما انتم شايفين كده استوى وبقى زي الفل. هرجع بقى للخلطه. هبتدي بعد ما اقلي السمك زي ما انتم شايفين كده طالع خطير، وهبتدي ان انا احطه في قلب التتبيله بعد ما اتسبكت شويه كده 10 دقايق ولا حاجه. وبعد كده هقلب السمك على الناحيه التانية، وزي ما انتم شايفين كده رشه الكزبره مع الشبت بتدي ريحه خطيره. حطيته هنا في الشوايه 10 دقايق بس، بعد ما استوى من فوق البوتاجاز حطيته بس 10 دقايق ياخد اللون الخطير ده. بصوا بقى طالع في منتهى الجمال. بصراحه حاجه تفتح النفس. ان شاء الله يعجبكم. لو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس. النهارده بقى عملنا احلى صينيه سمك صياديه ورز صياديه بطريقه سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت بصراحه خطيره وتفتح النفس. وكل سنه وانتم طيبين وسهله.